رح نتعلم كيف نعمل الخبز التشيكي الخليبة. فيلا خلينا نشوف التفاصيل. اوكي. رح نحط 3 كاسات لكل الاستعمالات، يعني نفس طحين جاتو. ممكن نحط الرابعة تكون طحين فرخة، بس أنا ما كتير حبيتها بطحين فرخة، فرحط الرابعة تكون طحين الكيك نفسه. كل استعمالات بيقولوا له ناعم هون بالتشيك، بس نحن عنا اياه طحين زيرو بنسميه. هلا حطيت الطحين، حط معلقتين ملح، وحدة تنتين، ممكن تقللوهم معلقة ونص. آه هاي بذر دوار شمس قشر، هون كتير بحطوه يعني. حط شي 3 معالق صغار. اوكي، هي عم بحط المكونات الناشفة. هي كمون، هو هون له طعم شوي اغرب من الكمون العادي السوري يعني. بس يعني اذا عندكم كمون سوري هو احسن، هون بسموه كمين، بس نفس الطعم تقريبا يعني، بس نحن عنا اطيب كمون. هم حطيت معلقتين، اذا بيطلعوا شي معلقتين، ايه. وظرف خميري تبعت المعجنات بشكل عام 10 جرام. اوكي، شوف طبعا انا ما خلطت الخميرة مع اي شيء يعني، مع مي وهيك. هاي ما بدها سكر مثل باقي العجاين يعني بنحط لهم سكر، بس هون ما رح نحط سكر مشان تشتغل خميرة، لا بدها تشتغل لوحدها وعلى مهلها. فبس بنحركهم المكونات الناشفة منيح. معناتها 4 كاسات طحين، حطينا لهم معلقتين ملح، و3 معالق بذر دوار الشمس، وكمان شي معلقتين كمون حب، ما كمون ناعم. درجة حرارة الجسم نفس الكاسة تبعت الطحين، عبينا أول كاسة. ماشي، رح نعبي نص كاسة. ماشي، أكتر بشوي من نص كاسة رح حطه حركه. اوكي، حركهم منيح. هو إجمالا هاي الوصفة يعني وقت دورت عليها مكتوب خبز بدون دعك أو بدون عجن، فيعني أكيد ما رح نتعذب كتير بعجنه. تقريبا خلصت. هلا الساعة هلا تقريبا الساعة 12. مهم أنا رح أتركها. هي هون الخبز بيفرق عن الخبز العربي إنه تخميره هون وقت أطول من اللي عنا، فهون بدك يعني تخمروه من 12 ل 18 ساعة. ففضينا اوكي، شكله كتير تمام هيك. لازم تكون شوي بتلزق. ماشي، طبعا بحط غطا النايلة وبعديه غطا القماش فوق. اوكي، غطيها، سكرها، حطها هون، ونلتقى بعد من 12 ل 18 ساعة. هلا انا قبل ب10 دقايق فردت العجينة. حطيت طبعا كتير طحين، اول شي حطيت ورق، حطيت خشبي اذا بدكم، اذا بدكم لا، بس انا مشان اتحكم اكتر بشيلها. حطيت ورقة زبدة، حطيت طحين، بعدين فردت العجينة بهالشكل، بشكل مستطيل. بعد 10 دقايق اجيت لهون. شو بدي اعمل؟ بدي امسك العجينة هيك واعمل لها الشكل تبعها. هو هون شلون بدي اعملها؟ بقلبها هيك اوجهها. شايفين شلون انا قديش حطيت لها طحين. اوكي، معناتها قلبناها من هاي الجهة هيك، طويناها على هاي الجهة وطويناها على هاي الجهة. انا رح احط طحين هون وارد اقلبها لهديك الجهة مشان تبقى هاي من تحت، يعني طوية من تحت. وراح كمان حاول سكر الاطراف. وبعد 10 دقايق انا عندي هاي الصينية،
هاي الصينية هي خاصة بالخبز يعني. اذا ما عندكم اياها ممكن جات بيركس له غطا، اي شيء ممكن يتدخل للفرن ويتعرض لحرارة عالية وما يحترق يعني. جات بيركس مع غطا. طنجرة ممكن بس ما يكون إلها أطراف بلاستيك وهيك. مهم بعد 10 دقايق هاي تدخل على الفرن وتتغطى على درجة حرارة تقريبا 250. مثل ما منتبهين أنا طويتها وقلبتها. هلأ بعدين رح أحط الغطا. سوري بس لأنه أنا اليوم بدي عم صور فصعب شوي علي. إيه. وبعد نص ساعة رح ندخلها للفرن، وبعد 10 دقايق رح ندخل الطاجة للفرن. اوكي تشاو. هلا مرقت النص ساعة والعجينة ضاعف حجمها شوي، فبدي انا هلا احطها قلب الصينية. طالع من الفرن للصينية وحطها بقلبها وبدي اعمل فيها خطوط بالسكين. اما هيك هيك، بس طبعا بعد ما اقلبها بقلب الصينية، او هيك او حتى بالطول مثل ما انتوا بتحبوا يعني الخط يكون ماشي مشان شوي تفتح. بحطها بالفرن بعدها ربع ساعة، معناتها بنلتقى بعد ربع ساعة. مرحبا. مضت تقريبا نص ساعة عليها بالفرن. مثل ما انكم شايفينها بتجنن. القصة اللي قصيتها بالسكينة مبينة فاتحة عندها الخبزة. إذا دققتوا بتسمعوا صوتها عم تطقطق، وكمان حتى إذا طرقنا عليها سمعانين صوت. هلا أهم شيء إنه نحن بدنا ندهن عليها مي. اوكي، او نرشها بالمي مشان ما تقسى وتتكسر يتكسر الخبز يعني. اوكي. تاني شغلة ممكن مثلا انا ما حطيتها نص ساعة بالفرن، ربع ساعة مغطاي والربع ساعة التانية مكشوفة. فانا مثلا ما بدي هالمدة هاي الطويلة، فممكن انا اجهز الصينية بدون غطا. اوكي، وحطها بالفرن وبس ربع ساعة، ما بدي أكتر من ربع ساعة وقتها. إذا بدون غطا بس ربع ساعة بس. الأحسن الغطا لأنه بتنفش أكتر، فهاي هو المبدأ الغطا بس مشان تنفش أكتر، لأنه بتكون بخار وهذا البخار بخليها تنفش أكتر وتعطي حجم أحلى. مهم أنا هلأ يلا رح أترككن وأدهنها بالمي مشان ما تقطع مع الوجه. أوكي يلا سلام.